المرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن الإنسان اللي هو الوسط اللي هو عايش فيه، أو المرة اللي قبل اللي فاتت عايش في وسط بيضغط عليه إن هو يعمل السيئات، إن هو يعصي الله تبارك وتعالى بأنواع المعاصي بقى، سواء المعاصي البسيطة، المعاصي الثقيلة، الوصول إلى النفاق أو الكفر بالله تبارك وتعالى. ومع ذلك هو مش عايز يسيب المكان دوت، ويسعى في الأرض يبحث عن مكان يعبد فيه الله تبارك وتعالى. وقلنا أن الصنف ده من الناس ربنا سبحانه وتعالى أنزل فيه مثل هذه الآيات: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا إحنا كان غصب عننا ومضغوط علينا ومش عارفين بقى نربي نفسنا ولا نربي عيالنا، والعيال بيطلعوا بقى اللي عنده إلحاد واللي عنده كذا، وأنا اللي مشي في طريق النساء والخمور واللي كل الحرام كده، يعني كنت مستضعف. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. اللي ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنهم. قال تعالى: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هم المستضعفين بس، اللي مش قادر يسيب المكان اللي هو فيه بيعصي الله تبارك وتعالى، أو بيصل لدرجات النفاق وربما الكفر والعياذ بالله، وقاعد في المكان عمال يجمع فلوس، عمال يضيع في نفسه ويضيع في بيته وفي أسرته وفي عيلته. نسأل الله العفو والعافية. ربنا هيعفو فقط عن المستضعفين. ثم رغب الله تبارك وتعالى في الهجرة، بس في سبيله، إن أنت تترك المكان اللي فيه السوء اللي أنت مش عارف تعبد فيه ربنا، وتروح مكان تاني وما تخافش، واقع أجرك على الله تبارك وتعالى حتى لو مت في الطريق وانت رايح لله تبارك وتعالى. قال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. يعني يا شباب، مراغما كثيرا وسعة. سعة معروف، رزق، فلوس، إن شاء الله اللي يهاجر ويسعى في الأرض تديله البركة فيها منها. إيه بقى مراغما؟ مراغما اللي حضر المرة اللي فاتت حد يقول يلا، يعني إيه يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة؟ يعني إيه مراغما يا شباب؟ الناس اللي حضرت يلا عشان نكمل. عرفتوا بقى أصلا هو الدرس فايدته إيه؟ قلت لكم الحد الأدنى من الدرس إن إحنا نطلع بكل كلمة عارفينها، وحتى لو مش عارفين الجذر اللغوي، مش عارفين أصل الكلمة، التفاصيل بتاعتها لغويا، يعني على الأقل كل معنى العام. يعني إيه مراغما كثيرا وسعة؟ قلنا إن المراغم من المراغمة، إن أنت تجد مكان بقى تعرف تبدأ منه، تتحصن فيه، تبتدي تواجه أعدائك أو شهواتك، الظالمين أو غير الظالمين أو حتى نفسك. تجد مكان تراغم فيه أعدائك، تراغم فيه الظروف بتاعتك. أنت كنت في مكان ضعيف، لما تهاجر تروح مكان تبقى قوي. كنت في مكان مستضعف وفيه ظالمين قدامك، تروح مكان تبقى فيه مراغم. من يراغم، عارف الإنسان يراغم الإنسان ويشد ويوقعه في الأرض ويلصق أنفه بالتراب، هو ده كرغم أنف امرئ. فدي المراغمة، أن أنت لما تهاجر المكان اللي أنت فيه مستضعف، أو المكان اللي أنت فيه بيتضغط عليك عشان تعمل الحرام، تمام، هتجد بقى في الهجرة مراغم، سواء تراغم فيه الأعداء كناس كبشر، أو على الأقل تراغم فيه شهواتك، تراغم فيه الفتن اللي أنت بتقع فيها. وسعة معروفة. ثم قال الله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. احنا قلنا إن سورة النساء من السور المدنية اللي بتتكلم عن الأحكام والشرائع، الصلاة والصوم والعبادة والزواج والنكاح والطلاق والعدة إلى آخره. وتجد هذا السبك العجيب الرهيب في القرآن الكريم، إن أنت في طيات الحديث عن القوانين والتشريعات تجد الإيمان والتعلق بالله تبارك وتعالى، الخوف من الله، الخوف من الآخرة، الخوف من النار، الرجاء فيما عند الله تبارك وتعالى، طلب دخول الجنة. تجد في سبك كده، في الأشياء متداخلة مع بعضها. ده مش موجود في الكتب التانية، ودي من معجزات القرآن، كيف أنه نظم هذا. إن أنت وأنت بتقرأ عن الصلاة، بتقرأ عن
النكاح، بتقرأ عن العدة، بتقرأ عن، تجد إيمان، تجد خشية من الله، تجد خوف من الله تبارك وتعالى. ففي ظل مثل هذا الكلام والهروب إلى الله تبارك وتعالى تجد التشريعات في طياتها التخفيف من الله تبارك وتعالى وتوضيح أبعاد الشريعة، لأن أنت مطالب بعبادة الله تبارك وتعالى في كل وقت وفي كل مكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت ضعيف اتق الله على قد ما تقدر. فاهم انت؟ فاتقوا الله ما استطعتم. وقيل ان ده تفسير قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله حق تقاته. اتقوا الله حق تقاته. ازاي اتقي الله حق تقاته وانا هعرفها ازاي دي؟ يعني ايه اللي يستحقه الله تبارك وتعالى؟ صعب الانسان اصلا يتخيله. يعني اكيد لا نحصي ثناء عليك، صح؟ انت كما اثنيت على نفسك. طب ازاي اتقي التقوى التي يريدها الله؟ هي دي ما استطعتم. فاهم انت؟ اتقي الله حيثما كنت، اينما كنت، في كل مكان. فهنا انت دلوقتي بتضرب في الارض خايف طبعا، وكان ده حال المسلمين زمان، ان اي سفر فيه خوف. فربنا سبحانه وتعالى شرع للمسلمين مسألة القصر في الصلاة، واتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، بما يغني عن التكرار في مسألة بعض أحكام القصر في الصلاة. ثم تتمادى الآيات وتظهر لنا جوانب حسن وسهولة الشريعة، وفي نفس الوقت قوة وأهمية الصلاة في حياة المسلمين. تقريبا ما فيش عبادة زي الصلاة ليس لها عذر إن أنت تتركها أبدا. يعني لو واحد صايم وتعبان ما تصومش. بعدين الجهاد يا راجل لو تعبان ينزل من عليك، الصدقة تنزل، الزكاة تنزل، الحج ينزل. يعني أنت بعد أشهد أن لا إله إلا الله أي حاجة في حياتك تمنعك وتتعبك ممكن ربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عنها ويعديها لك. عجيب أمر الصلاة يا شباب. تلاقي ربنا سبحانه وتعالى في السفر يخفف الجمع، القصر، المهم لازم تصلي. طب أنا تعبان، صلي وأنت تعبان. طب أنا مش قادر أقف، صلي وأنت قاعد. مش قادر أقعد، صلي وأنت نايم. مش قادر، صلي بدماغك بالإيماء، كمل. لدرجة كتير من العلماء بيقولوا كمان صلي بعينك، صلي بنيتك. فاهم ازاي؟ بقلبك يعني. ليه؟ لأن الصلاة فعلا هي صلة بين العبد وربه. واللي هيسمع معانا الآيات دي النهاردة مش عايزه يتخيل إن هو بيتفرج على فيلم في معركة، ولا بيتخيل في، لا، أنا عايزك تطلع من الآية اللي بتتكلم عن أحكام، شرائع، حلال وحرام، فاهم أنت؟ قوانين. عايزك تبقى ليك نظرة كده فوقية بالدرون كده. عارف أنت ما تطلع فوق كده الأجواء وتنظر كده، تقعد تقول هو إيه ده؟ في إيه ده؟ الناس بيحاربوا، طب ما نعديها. يعني حرب وقتال، صح كده؟ هنتكلم عن آية فيها حرب وقتال. صلاة إيه؟ ما نعديها، نخليها بكرة بعده عادي يعني. لا، مين يفكرني بالآية اللي في نفس ضوء الآية اللي هنتكلم فيها دلوقتي؟ الآية بتقول: وإذا كنت فيهم، هنا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. لما تكون في، يا رسول الله خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لما تكون مع المؤمنين في القتال فأقمت لهم الصلاة. وبعد كده بدأت الآيات تشرح كيفية صلاة اسمها صلاة إيه يا شباب؟ صلاة الخوف. صلاة إيه؟ صلاة الخوف. عايزين بقى من حضراتكم يقولوا لي الآية اللي هي في ضوء هذه الآية من سورة البقرة. وحد يفكرني كمان الآية دي كانت بتتكلم في سياق إيه؟ كنا في إيه في سورة البقرة؟ كنا بنتكلم عن إيه وموضوع إيه؟ وفجأة كده في النص لقينا آية بتتكلم عن الصلاة، والصلاة اللي ما تسيبهاش خالص وتصلي في كل وقت وعلى كل حال. مين يا شباب؟ في سياق آيات الطلاق. الله 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 الله. الآية إيه بقى؟ نتكلم في آيات الطلاق والعدة والنفقة ومش عارف إيه، وإمساك بمعروف وتسريح بإحسان وحاجات كتير كده زي ما أنتوا عارفين. فجأة تيجي آية تقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إيه ده؟ إيه ده؟ واحدة واحدة بس. الانتقال هنا مش انتقال عشوائي يا شباب. الانتقال ده زي ما قلنا ده مش موجود والله. لما تيجي تقرأ في التوراة والإنجيل والكتب اللي زي كده وهي بتتكلم في الشرائع، في الأحكام بتاعتهم، الحلال والحرام، يعني تجد إن الآيات عشان تطلع منها يعني
تخويف من الله بشكل واضح. فاهم انت؟ الصاق بالاعمال القلبيه، ان انت تراقب الله تبارك وتعالى، تحس ان في مسافات. هنا نتكلم في الشرائع والاحكام والقانون والحلال والحرام، تيجي الايات اوعى تكون ما بتصليش. ما هو مش هيقيم حدود الله تبارك وتعالى ولا ينسى الفضل ولا تنسوا الفضل بينكم الا الانسان اللي بيصلي. في الاغلب العام ممكن انسان يكون ما بيصليش وانسان محترم وكويس، ممكن على فكره، بس مش ده الطبيعي. الطبيعي انه بدايه بيصلي. واحد يقول طب واحد بيصلي وسيء، ملناش دعوه بيه، ملناش دعوه بيه. احنا بنتكلم على انسان جيد ينقصه الصلاه، لازم يصلي. وقوموا لله قانتين فان خفتم يعني ايه؟ خفتم هنا الحرب، المعركه. فرجالا او ركبانا. يعني ايه رجالا؟ للناس اللي بتذاكر وحافظه، يعني ايه يا شباب فان خفتم فرجالا او ركبانا؟ رجالا يعني ايه؟ رجاله وستات ولا رجالا يعني ايه؟ لو انت خايف عشان في معركه، يعني اقم الصلاه، قم لله قانتا، ده الطبيعي، ده الديفولت، ده البيس بتاعك. طب في خوف، في معركه، في قتال، في ناس بتموت، في اشلاء، في دماء، هنصلي ولا مش هنصلي؟ قال تعالى فان خفتم فرجالا، يعني تقف على رجلك تصلي في المعركه. في المعركه. طب مش نافع اقف على رجلي، ده في سهام وفي، مش الموضوع صعب. او ركبانه وانت راكب، ايه ده؟ يعني انا بقاتل وانت واقف على رجلك تصلي، وانت بتجري تصلي، وانت راكب الجمل تصلي، وانت راكب الحصان تصلي، وانت راكب الدبابه تصلي، وانت راكب اي حاجه تصلي. طب لو يعني هصلي ازاي؟ هنيجي بقى هنا الايه اللي هتفصل لنا نصلي ازاي. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الايه دي مهمه ليه يا شباب؟ قبل ما نتكلم فيها، احنا عارفين ان منكري السنه، اتكلمنا عن الموضوع ده كتير جدا، لما بيكون صادق مع نفسه وبيقول انا مش عايز سنه ولا عايز بخاري ولا مسلم ولا عايز اي حاجه من السنه دي خالص، بنقول له هنصلي ازاي؟ يعني الركوع مش ازاي نركع وازاي نسجد وازاي نصلي 4 ركعات و3 ركعات والكلام المعروف ده. لما بيكون صادق مع نفسه بيجيب لك من الاخر، بيقول لك اصلا ده مش موجود في القرآن، وبالتالي الصلاة هي صلة بين العبد وربه، والصلاة في اللغة الدعاء، يبقى انت لما تيجي تصلي تقول تدعي ربنا وخلاص على كده. والحج لغة القصد، وتقصد الله تبارك وتعالى وتحج في قلبك، تصلي على النبي في قلبك وتصلي لربنا في قلبك وكده يعني. ليه يا عم الحاج؟ يقول لك اصل هو ده اللي موجود في القرآن. القرآن ما فيهوش لا ظهر ولا عصر ولا مغرب، وانتوا ايه؟ اشياء يعني سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. علشان كده وانت في المعارك اللي زي كده مع منكر السنة، ومنكر السنة اغلبهم ماشي كده، يعني ابراهيم عيسى وضيوفه مش ملحدين زي ما قلنا المرة اللي فاتت. النسق ده نسق رافضي شيعي متطرف، عشان تبقى انت فاهم انت بتتكلم مع مين. طيب يا باشا، بدل ما قبل ما ندخل معاه في جدل في السنة والكلام ده، بنوصل لحد الصلاة. عشان هو إذا أنكر الصلاة، من أنكر الصلاة فليس بمسلم. فليس إيه بمسلم. ليه؟ لأنها معلوم من المعلوم بالدين، من الدين بالضرورة، من المعلوم من الدين بالضرورة، ومن أنكره فهو عند عامة المسلمين ليس بمسلم. ومع ذلك اللي بيقول ان القرآن ما فيهوش تفاصيل وما فيش بقى حاجة اسمها سجود ولا ركوع ولا الكلام اللي يعني، لا، الآية دي بقى من الآيات المفحمة، لأن فيها تصوير وتوضيح ان إقامة الصلاة أو الصلاة ليس معناها فقط الدعاء. أمال إيه؟ ده الصلاة هنا بتتكلم عن فعلا حركات وأفعال وأركان. آية سورة النساء دي رد على اللي بيقول ان الصلاه مجرد الدعاء وانك تتكلم مع ربنا. عشان كده ما بنجادلهمش بصراحه، لان اللي يوصل للمرحله دي زي ما قلنا ما يبقاش مسلم اصلا. فتيجي الايه بتاعت سوره النساء فيها بقى التوضيح ان الصلاه مش مجرد ان انت تقول يا رب ارحمني ولا اغفر لي، لا لا لا، الصلاه فيها ركوع، فيها سجود، فيها. فربنا سبحانه وتعالى بيضرب هنا مثال لكيفيه صلاه الخوف. وهنشوف في الاسلام هنا، في الشريعه الاسلاميه، مزيج من الربط بالله تبارك وتعالى وبدين الله تبارك وتعالى، والتيسير والأخذ بالأسباب والاستعداد والارتباط بجماعة المسلمين. هو احنا أصلا نصلي جماعة ليه؟ ما تسألني السؤال ده الأول. بنقول قتال، صح؟ وقتال ده واحد على فرس وواحد بيجري وواحد على جمل، واحد ما نصلي كل واحد لوحده، صح؟ وخلاص.
ونريح الموضوع. ايه فكرة لا الاجتماع. واسمع بقى الحديث اللي جاي ده عشان الحديث ده جامد قوي. 2 من الصحابة في مرة من المرات جه عليهم وقت الصلاة وراحوا هم كانوا بعاد شوية ممكن عن المسجد ولا حاجة، فصلوا. كانت صلاة ممكن الظهر أو العصر، المهم يعني صلوا في الرحال بتاعتهم جنب الجمال بتاعتهم مثلا. وبعد كده راحوا المسجد، لقوا المسلمين بيصلوا ولقوا الإمام النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي والمسلمين بيصلوا والدنيا تمام. قالوا احنا خلاص صلينا ومش لازم نصلي تاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلص الصلاة، لقى 2 ما بيصلوش، فدعا بهما. انتوا بتصلوش ليه؟ فجيء بهما أو فجاء ترعد فرائصهما. الفرائص دي حاجة كده تقريبا، يعني عشان أشرحها لكم ببساطة، جزء من العضلات اللي بتربط من الجنب هنا كده طالعة لحد الكتف، حاجة كده من عضلات البنج يعني. الجزء ده لما الإنسان بيخاف بيترعش شوية. فيبدو أن من شدة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم اتخضوا وخافوا لدرجة الرعب. ايه ده؟ الموضوع كبير ليه كده؟ يعني حتى لو معصية، يعني واخدين بالكم يا شباب؟ يعني معصية والناس بتعصى والنبي كريم، ليه في الموضوع ده قبل أن يتبين النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل ليه الموضوع يعني فاهم؟ فقال ما منعكما أن تصليا مع الناس؟ انتوا بتصلوش مع الناس ليه؟ قالوا أو قال صلينا في رحالنا يا رسول الله، احنا صلينا في البيت ولا في الجنب الجمال بتاعتنا وجينا وخلاص، هنعمل ايه يعني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلا. اوعى تكون في جماعة للمسلمين موجودة في مسجد وانت تاخد بعضك وتركن على جنب. ليه يا شباب؟ لأن دي فعلا مزعة في اجتماع المسلمين. ولذلك اللي يعمل كده دلوقتي في أيامنا في الأغلب الأعم بيبقى يا بيكفر المصلين يا بيبدعهم. اوعى ما تروحش المسجد. يعني انت شايف ان المسجد فيه ناس على بدعة، ناس على ضلالة، ناس على مش عارف، ما تروحش أصلا. فاهمين يا شباب؟ ما تروحش. لكن تروح لجماعة المسلمين اللي بيصلوا وتسيبهم يصلوا وتركن انت على جنب، او تصلي انت لوحدك، انت بتقول لهم لستم بمسلمين، او بتقول لهم انتم منافقون، او بتقول لهم انتم اصحاب بدعة. ماشي؟ فاوعى تكون في مسجد وتعمل جماعة ليك لوحدك، او تصلي لوحدك وتسيب المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث قوي جدا يا شباب، قال لهم ما منعكما ان تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا يا رسول الله. قال فلا تفعلا. إذا صليتما يعني في رحالكما، مثلا أنتوا على سفر، حتى لو على سفر لازم توضح، ورأيتم الناس أو جماعة المسلمين يعني في المسجد فصليا معهم فهي لكم نافلة. ركز بقى في الكلمتين دول. يبقى العلة إيه؟ طالما هي نافلة، هو في نافلة واجبة؟ ركزوا شباب. طب ما هي نافلة، أنا واجب عليا إيه؟ طب ما هو لو النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال لهم عيد الصلاة تاني وصلاتك مثلا في البيت مش نافعة أو كانت فهمت. لكن ده بيقول لهم صلى الله عليه وسلم، والحديث كده نصه كده يا شباب، فهي لكما نافلة. يبقى ايه الوجوب هنا؟ الوجوب ان انت لا تترك جماعة المسلمين. يبقى قضية الاجتماع في الحرب وانك تحاول بقدر الامكان بايه؟ بقدر الامكان ولو في ساحات الحرب ان انتوا تصلوا جماعة، وعلى قد ما تقدروا. كانت زمان الجيوش صغيرة ممكن يصلوا مع بعض، فرق تصلي مع بعض زي ما هنشرح. دلوقتي الجيوش طبعا كبيرة جدا، مفيش مانع بقى ان الكتيبة تصلي مع بعضها، السرية تصلي مع بعضها، اللي موجود في خندق مع بعض صلوا مع بعض 2 3، على ما هنقول وهنشرح دلوقتي في مسألة الأخذ بالأسباب. يبقى الآية واحنا بندرس فقه، ما هو حلاوة التفسير ان احنا هنتكلم في الفقه والعقيدة والحاجات دي، بس بإيمانيات بقى بجد. والله تركش انا بحب الدرس اصلا، انا والله لا يمنعني عنه الا ما همني، يعني الا المشاكل. لأن أنا بفتكر وبقول لنفسي الكلام اللي بقوله لكم، يعني أنا أسأل الله تبارك وتعالى أن أكون أكثر المستفيدين من الكلام اللي بقوله، لأن أنا أغلب اللي بقوله أصلا خارج الدرس، خارج التحضير، والله العظيم بحس إن أنا بقوله لي أنا أصلا. فاهمين؟ ففعلا الآية دلوقتي وأنا ببص معاكم مش ممكن في كمية الحاجات اللي خارجة عن موضوع الفقه.
تصلي ازاي والحرام والحلال. شوف كمية الربط العجيب. والإمام هو اللي هيصلي إمام، أنت القائد. وإذا كنت فيهم، يعني يا رسول الله. طب لو النبي مات صلى الله عليه وسلم، القضية ليست في النبي نفسه، ولذلك كل العلماء باستثناء يعني يمكن حد شاذ كده اللي قال النبي بعد ما مات ما فيش حاجة اسمها صلاة خوف، وده قول مهجور ليس له قيمة في الحقيقة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قاله في القرآن خذ من أموالهم صدقة. يبقى النبي لو مات ما فيش زكاة؟ طبعا لا. يبقى مبدئيا فكرة القيادة والاجتماع حول الإمام وعدم تمزيق المسلمين. 2، انت تكون أشجع واحد، تستخباش. حتى لو استخبيت لفكرة يعني لوجستية أو لفكرة استخباراتية أيا كان، لازم يظهر للناس شجاعتك. ماشي كده؟ لازم تظهر للناس شجاعتك حتى وإن قتلت. لازم يبقى في شيء من إظهار القوة والبأس، خاصة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك الناس لما كانوا في غزوة حنين، الناس يجروا ويرجعوا والنبي يتقدم صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، في أكثر من موقف. في موقف ثباته في غزوة أحد لما كان بينادى على الناس صلى الله عليه وسلم، ينادى عليهم وهم طالعين يجروا. كذلك في غزوة حنين صلى الله عليه وسلم، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت فيهم في المعركة فأقمت لهم الصلاة. يبقى ركز إن كمان الصلاة فيها شيء من الإقامة. وإقامة الصلاة معناها إيه؟ مش معناها يعني اللي هو البناء. كلمة إقامة الصلاة معناها اديها حقها قبل وبعد واستعداد، وتقف على قد ما تقدر. قال تعالى فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. يبقى عشان لما يجي واحد يقول بقى هم بص المسلمين الناس طلعوا القمر وهم حتى ما بياخدوش بالأسباب، هيجوا في المعارك يقول لك صلي ركعتين وقول يا رب وربنا هيعديها. لا، ما فيش والله الكلام ده، بالعكس. الآيات لما تيجي تتكلم عن بعض التفاصيل العلمية أو الحربية أو السياسية، تجد الآية بتذكر حاجة واحدة بس، ما تدخلش في تفاصيل لأن دي خطط معارك أكيد مش هتقولها. الآية بتدي كلمة عشان تفهم من خلالها إن أنت الأخذ بالأسباب، فاهم أنت؟ على قد ما تقدر. قال تعالى وليأخذوا أسلحتهم. بس كده؟ لا، مش بس معناها كده وليأخذوا أسلحتهم، ده حط وراها بقى، حط التدريب اللي قبلها والتدريب اللي بعدها وإحسان الوقوف وتحطهم صفوف. زي قول الله تبارك وتعالى إيه؟ انفروا خفافا وثقالا. قال تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. الناس اللي حضرت يعني إيه ثبات ويعني إيه جميعا؟ الناس اللي حضرت سورة النساء يعني إيه ثبات وجميعا؟ ثبات يعني جماعات، سرايا، أجزاء، كتايب. أو انفروا جميعا. طب وهي دي خلاص الخطة؟ يعني هي دي الخطة الجهنمية يعني اللي هتخلص كل حاجة؟ لا، القرآن ما بديش خطط. القرآن بيقول لك خد بالأسباب، مش بالبطاطس، مش بالبركة. مش صلي ركعتين خوف واجري ارمي نفسك في أي حتة. لا، ده بقول لك صلي وتعلق بالله تبارك وتعالى وتوكل على الله تبارك وتعالى وخذ بالأسباب. ومثال وليأخذوا أسلحتهم، كل ما هو يتخذ في الأسباب بقى خذه. قال تعالى وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. مش بس كمان الأسلحة، ده الحذر. يعني ايه الحذر؟ الآية هنا بتقول ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. بيقول لك ما تبقاش ساذج وتبقى فاكر ان في المعارك وبالذات الحروب اللي هي تريد استئصال الإسلام ما يتهيألكش ان هم مش فاهمين حاجة، مش فاهمين يعني إسلام، ومش فاهمين يعني إيه صلاة، ومش فاهمين يعني إيه نبي، ومش فاهمين إن المسلمين بيصلوا مع بعض وبيقول الله أكبر. لا، الكلام ده خلاص دول دارسينك دلوقتي. يعني أنت دلوقتي ممكن تلاقي جواسيسهم وأعوانهم في كل حتة فاهمين عنك كل حاجة. فما تتعاملش بسذاجة. الأخذ بالأسباب ما تتعاملش بسذاجة. وهم كمان مركزين وعارفين إن أنتوا بتحبوا الصلاة وتقدمون الصلاة على أنفسكم وأموالكم، وعارفين إن أنتوا دلوقتي هتقولوا الله أكبر وكل واحد فيكم يعيش مع نفسه، ويميلون عليكم ميلة واحدة، ينقض عليكم انقضاضة واحدة، يستأصلون بها شأفتكم ويستبيحون بها بيضتكم ويستبيدون بها خضراءكم. هم عايزين مرة واحدة. فربنا سبحانه وتعالى بيديك برضو إيه؟ هنت، بيدي لك معلومة
دي مش كل المعلومات، بس بيقول لك ما تتعاملش معاهم على ان هم مش فاهمين حاجه، لا هم فاهمين وعارفين يعني ايه صلاه، وعارفين ان هم مستنيين كل وقت. وفعلا الايات دي جاء في اسباب نزولها مثل هذه الاشياء. حتى واحنا قلنا اسباب النزول بالذات بيبقى جزء كبير منها مش احاديث صحيحه، ولكن ينفع الاستئناس بها في فهم الايات. بيقولوا ان في بعض المعارك المشركين قبل ما يهجموا قالوا استنوا هم هيصلوا دلوقتي وننقض عليهم، وعارفين الموضوع، فانزل الله تبارك وتعالى هذه الايات. ايه بقى الموضوع والترتيبه ايه؟ اقول لك اولا ما تنساش المعنى العام، وهو ان انت بتصلي في الخوف، يعني في المعركه. الحاجه الثانيه الاجتماع. الحاجه الثالثه تقديم الامام. الشكل بقى بيكون ازاي؟ ورد في احاديث صلاه الخوف يا شباب كميه من الهيئات كتيره جدا، ودي كانت من اكتر الحاجات اللي انا لو انا بذاكرها زمان وانا صغير تعبتني قوي، مبقتش فاهم حاجه، لحد ما الموضوع اتبلور وفهمت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه الخوف باكثر من طريقه واكثر من هيئه. ولذلك العلماء بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان الهيئات والطرق دي تختلف باختلاف الموقف. يعني ايه تختلف؟ هو العدو قدامك وفي جهه القبله، ولا العدو الناحيه التانية عكس جهه القبله، ولا اليمين ولا اليسار، شكلكم وعددكم، نوع التسليح، شكل اليوم بالنهار بالليل بعد الفجر. وبالتالي اختلفت هيئات الصلاه، ولذلك ليس لها هيئه ثابته. وهنذكر دلوقتي بعض الخلافات بين الفقهاء، ولكن تخلص في النهاية إنك تصلي. إن المسألة مسألة إيه؟ إنك تصلي. وإن الآية هنا تذكر هيئة من الهيئات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك هيئات أخرى جاءت من أحاديث أخرى تبين أهمية الصلاة وإنت فين؟ وإنت تواجه الموت. الهيئة هنا إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول له فأقمت لهم الصلاة، تطلع إمام، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. هنا ورد حديث وأحاديث ثانية هحكي منهم بعض الروايات. بعض الصحابة بيحكوا بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم تقدم وصفينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم صفين، كان العدو قدامنا وفي جهة القبلة، يبقى احنا لما هنقف نواجه القبلة هنواجه العدو بالمرة. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا، اللي هم الصفين اللي وراه صلى الله عليه وسلم، وبعد كده قرأ وركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا. خد بالك ان هم دلوقتي شايفين العدو. يعني ايه العدو؟ لو حب يهجم، لو حب يتحرك، لو حد يجي، سهل ان احنا ننبه بعض والناس تقدر تتعدل، حتى لو تركت الصلاة ممكن تتركها وتكمل الصلاة بعدين. فلما ركعوا كلهم ركعوا ايه مع بعض. ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد معه الصف اللي وراه على طول، والصف الخلفي فضل واقف يراقب العدو، فضل واقف لحد ما الصف الأولاني كمل السجود وإيه وراح طالع وقف يواجه هو العدو ويراقب الموقف. قول لي إيه ده؟ هم هيراقبوا في الصلاة؟ هيراقبوا في الصلاة. قول لي هو مش ده يفسد الصلاة؟ لا، ما يفسدش الصلاة بالذات في الموقف ده. قول لي يعني إيه؟ أقول لك علشان لما أقول لك إن أنت واحد يجي يقول لي كل شويه انا مش قادر اصلي ومش حاسس بالايمان ومش حاسس بالخشوع مش عارف ايه، صلي. ايوه بس مش حاسس. ايوه صلي لحد ما تحس. بقول لك انت متخيل يعني ان هم في المعركه منهم ناس ممكن يكونوا فعلا في غايه الخشوع والخضوع لله تبارك وتعالى، بس انت لك ان تتخيل انسان بيصلي وبيراقب، بينظر، بيشوف العدو جاي ولا لا. اكيد ان ده ممكن يقلل سنه من درجة العمق في الصلاة. مقبول، صلي. طب ما نبلاش بقى وبتاع انا مش عارف اركز، صلي. فلما تيجي تقول لي انا مش قادر اصلي، اصلا انا مش حاسس بالصلاة، اصلا انا ما بعيطش، اصلا انا ما ببكيش، الاجابة ايه؟ صلي حتى لو انت مش حاسس لحد ما تحس. يبقى هما الجيش ورا النبي صلى الله عليه وسلم واقفين صفين، النبي صلى الله عليه وسلم هيكبروا معاه، هيركعوا معاه، هيسجد معاه الصف اللي وراه على طول صلى الله عليه وسلم، ويفضل صف شايل السلاح وبيراقب المعركة، ماشي؟ ويفضل واقف لحد ما الصف القدام يسجد وخلص سجود ويقف. ايه اللي يحصل؟ الصف الخلفي يسجد هو كمان ويقف، وبعد كده يبدلوا الأماكن. الصف الخلفي يطلع قدام وهو اللي يراقب العدو، والصف اللي كان قدام يرجع ورا وهو اللي يسجد، ويعيدوا الترتيبة لحد ما يخلصوا الصلاة. والآيات بتؤكد وليأخذوا أسلحتهم. وفي الآيات وفي تكملة الآية قال تعالى وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ليه؟ ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم
وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. قال تعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. وهنا يختلف الفقهاء ويقولوا هل أخذ السلاح واجب ولا مش واجب؟ كتير من العلماء قالوا في الآية دي بسبب النص ده والطريقة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر بيها أخذ السلاح، قالوا واجب، إنك تصلي وتشيل السلاح واجب. ماشي يا شباب؟ لأن ربنا قال ولا جناح عليكم فقط إن كان الموضوع صعب، كنتوا انتم مرضى او كان في مطر ومش عارف تشيل السلاح، الدنيا بقى مبلوله والغمد صعب يتشال ومش عارف تسجد ومش عارف تتحرك، ممكن تضع السلاح، بس اوعى تضع الايه؟ الحذر. فاهم انت؟ خلي السلاح صاحي زي ما بيقول. قال تعالى: ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم، بس ايه؟ وخذوا حذركم. دي مالكش فيها عذر، ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا. في كيفية بقى الصلاة، في بعض الهيئات مش هيبقوا الاثنين ورا النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده هيبقى جزء من الجيش في المقدمة قدام الإمام والجيش التاني ورا الإمام. بعض الهيئات النبي صلى الله عليه وسلم هيصلي بجزء من الجيش ركعة صلى الله عليه وسلم، ويقف ويستنى الجزء اللي وراه يكمل الركعتين بتوعه ويمشي، وبعد كده يجي الجزء اللي ما صلاش يقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والجزء اللي صلى يروح يقف قدام العدو، والنبي واقف صلى الله عليه وسلم، وجزء من الجيش يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يصلي بيهم كمان ركعة ويسلم، وهم يقوموا يقضوا لأنفسهم. ولذلك جاءت بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعة وركعة، وهم لما خلصوا كل واحد فيهم كان ناقص له ركعة كملها. وفي بعض الأحاديث الأخرى صلى ركعتين، 2 و2، وكل واحد في الجيوش بقى ليه ركعتين كملهم بعد كده. وفي بعض الروايات كمان في بعض الهيئات إن الصلاة خفت وقصرت عليهم، وده قول أضعف شوية، ولكن بعض الأحاديث تدعمه، وده رأي ابن عباس رضي الله عنه، إن الصلاة ممكن تصل في المعارك إلى ركعة. إلى إيه يا شباب؟ إلى ركعة. وربنا سبحانه وتعالى قال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، صلي وانت ماشي وانت واقف وانت راكب، اعمل اللي انت عايزه، المهم انك تصلي. طب ما ينفعش أجلها؟ طبعا الجمع ينفع في المواقف اللي زي كده، لكن إذا كان في وقت ما فيهوش جمع، معذرة زي الفجر، هنجمع ايه؟ مفيش جمع، ما هو الفجر ما بيتجمعش مع حاجة. هل ينفع ان انا اضطر ان انا ما اصليش خالص؟ جاءت أحاديث وروايات عن الصحابة ان هم فعلا منعوا حتى من الصلاة بالهيئة اللي احنا بنتكلم عليها، يعني مش عارف حتى يصلي بالإيماء، ولا عارف يصلي وهو بيجري، ولا عارف يصلي وهو قاعد ولا راكب، مش عارف. فبعض العلماء قالوا خلاص ينفع يأجلها. وتخيل هنا التأجيل هيبقى ايه؟ هيبقى خارج مكان الصلاة خالص، بس هيصليها. ولذلك جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: رسول الله منعونا من الصلاة. كان ساعتها فاتهم صلاة العصر ما صلوهاش. ماشي يا شباب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: منعونا عن الصلاة صلاة العصر، الصلاة الوسطى، حشى الله قلوبهم وأجوافهم نارا، ثم صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد المغرب. تمام يا شباب؟ بعض الناس قالوا ده كلام منسوخ، لا، القول الأصح إن حسب الحاجة، حسب ما المعركة تمشي، يبقى في شيء من الإيه دلوقتي، زي ما في شيء روحاني في تعلق بالله تبارك وتعالى، في توكل على الله تبارك وتعالى، في أخذ بالأسباب. شوف الصلاة المناسبة، تخلي جزء من الجيش قدام، جزء من الجيش ورا، نصلي جماعة، نصلي فرادى، نصلي كتايب، نصلي كذا نصلي كذا. تصلي وانت راكب وتجري بالدبابة ولا بالحصان ولا بالبتاع مش نافع، خلاص الدنيا بقى خلاص اتزنقت، صلي بعد ما الصلاة كمان تخرج من مكانها. ماشي يا شباب؟ وده اللي يحمل عليه كمان قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. قال لك ده معركة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تطلعوا تجروا وما تصلوش العصر غير في بني قريظة. فاكرين انتوا المعركة دي؟ فهم ماشيين خلاص المغرب داخل، نصلي ولا ما نصليش؟ نصلي ولا ما نصليش؟ هو النبي يقصد ان احنا فعلا ما نصليش العصر الا هناك حتى لو الشمس غربت، ولا يقصد بسرعة؟ يعني زي ما انت تقول لابنك كده: ايه يا شباب، انا عايزك تجيب لي كوبايه ميه في ثانية واحدة. وانت تقصد ثانية واحدة ولا تقصد بسرعة؟ يا شباب لما انت تقول لابنك كده: يا فلان، يا محمد، يا احمد، يا ابراهيم، انا عاوزك تجيب لي كوبايه ميه في ثانية، تقصد ايه؟ ثانية ولا تقصد بسرعة؟ بسرعة. يبقى لو ثانيتين مش أزمة. فهل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة يقصد بيها
أسرعوا، ولا يقصد فعلا 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 ما تصليش العصر إلا في بني قريظة حتى لو المغرب دخل عليك؟ ولذلك الصحابة نفسهم اختلفوا، في ناس قالوا لا، النبي ما يقصدش كده، النبي يقصد أسرعوا، بس لو المغرب دخل يبقى تلحق تصلي العصر. مجموعة تانية قالت ايه؟ قالت لا، النبي قال ما تصليش العصر غير في بني قريظة، يبقى حتى لو المغرب دخل نصلي العصر هناك حتى لو المغرب دخل عليه. لما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحد صلى الله عليه وسلم. العلماء برضو ياخدوا بيهم إن إذن الأمر متروك في حالات القتال والجهاد في شيء من السعة، تصلي قبل تصلي بعد، انت طبعا تكون حريص ان انت تصلي، حريص ان انت كمان تعمل جماعة، حريص ان انت تقسم الجيوش وتعلمهم التخطيط والبناء، وتعلمهم التعلق بالله تبارك وتعالى. وقلنا الإسلام في شيء عظيم مش موجود في الكتب القديمة يا شباب. يعني قبل المصحف، قبل القرآن والتوراة والإنجيل، لما نرجع زمان نشوفهم بيتكلموا ازاي عن الضعفاء والمساكين والكلام ده، هتلاقي كلام عجيب قوي. أنا قلت لكم قبل كده انك هتلاقي مثلا أفلاطون يدعو إلى التخلص من العجائز والأطفال المرضى والمرضى الذين يعني أيس الناس من شفائهم، تخلص منهم. دي المدينة الفاضلة بتاعته، دي تصورات أفلاطون، طبعا هيعدل عليها بعض الفلاسفة بعدين. فعشان الكون يمشي كويس والدولة تبقى حلوة وجميلة لازم كل واحد يشوف مصلحته ونعمل 1 2 3 4. أما الضعيف اللي ما يعملش زي النحل بالظبط، أول ما نحلة تبقى مش قادرة تشتغل ياخدوها يضربوها بالجزمة ومشوها بره، ملكيش وجود معانا. فبعض الناس قالوا الله ده جميل، يلا نطبقها، يبقى الضعيف والمسكين والبتاع اللي هم قاعدين ياكلوا ويشربوا دول نرميهم بره. لا، بص بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، ما تصلي عليه. عشان كده سورة النساء فيها إن الله نعم ما يعظكم به، نعم ما أنعمه ما أجمله ما أحسنه، اللي بيعظ اللي ربنا يعظنا به، المواعظ بتاعت ربنا دي كلها نعم ما أنعمها ما أجملها ما أحسنها، ده معنى الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم والآيات فيها تعلق بالله تبارك وتعالى، الصلاة، الاجتماع والجماعة، الاصطفاف خلف القادة، سماع الكلام من ولي الأمر، الأخذ بالأسباب، الحذر، عدم إن أنت تكون نرجسي أو إن أنت تكون إنسان لا، ما هو الكلمة دلوقتي ما تجيش بقى غير نايف، هي مش جامعة غير إنجليزي، معناها إيه؟ مش عارف. ساذج، ما تكونش ساذج، كل دي من معاني الآيات. ماشي يا شباب. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. طب فإذا قضيتم الصلاة، خلاص خلصت صلاة، نعمل إيه؟ قال تعالى فاذكروا الله، أنت في الحرب، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وانت واقف وانت بتحارب وانت ماشي وانت قاعد وانت نايم مستني المعركة وانت صاحي الصبح، قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم، يعني خلاص انتهت المعركة، انتهى الخوف، قال تعالى فأقيموا الصلاة. نرجع بقى للصلاة بتاعتنا بقى. يبقى لما يجي واحد منكر سنة أحمق مش فاهم حاجة يقول لك إن الصلاة عبارة إن أنت تقول خلاص أنا كده صليت، لا يا حبيبي، لا يا بابا. الآيات هنا معناها إن الصلاة ليها هيئة معينة وشكل معين يتم التخفيف منه بس في حاجات معينة زي الحرب. فهمت يا بابا؟ ما فهمتش؟ أظن كده اتفهمت من الآية. وعشان كده أهل السنة والجماعة خرجوكم من الملة أصلا لو أنكرت الصلاة. يبقى اللي يقول ما فيش حاجة اسمها صلاة، ما فيش حاجة اسمها ظهر ولا عصر، ده حكمه إيه في الإسلام يا شباب؟ بدون خوف وبدون أي حاجة، ده كلام أهل العلم قاطبة. ماله؟ هذا ليس بمسلم. ليه؟ لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، أكنه قابل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنت كاذب. اللي ينكر الصوم، ينكر الصلاة، ينكر الحج، ينكر هذه الأشياء، اللي يقول الخمر حلال، اللي ينكر الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة، هذا ليس بإيه، ده أكنه مكذب بالإسلام. زيها بالضبط زي واحد يقول لك إن الواحد أكبر من الاثنين، ده ماله يا شباب؟ ده منكر للمعلوم من الحساب والرياضيات بالضرورة، فهذا نقدر نقول عليه إيه كده؟ مكذب بالرياضيات، كافر بالرياضيات.
اللي يقول ان مفيش دولة اسمها فرنسا او مفيش دولة اسمها امريكا ده مكذب بالجغرافيا ومكذب بالتاريخ. فاللي ينكر الصلاة مكذب بالقرآن. فهمتوا يعني ايه معلومة؟ انا كده شرحت لكم معلومة دي بالضرورة بالمثال دون دخول في تعريفات مرهقة. ماشي. لما يكون شيء جاي من مصدر بأدلة رهيبة متواترة لازقة في بعضها خالص كده، لما تنكر انت الجزء ده اكنك كذبت بالعلم ده كله على بعضه من بدايته. فاللي يقول ان الواحد اكبر من الاثنين ده انا ما اروحش اجيب له ادله ايه يخرب بيتك، ده انت مكذب بجميع كتب الرياضيات بالرياضه نفسها بالحساب. اللي يقول ما فيش دوله اسمها امريكا او ما فيش دوله اسمها فرنسا ده مكذب بالتاريخ والجغرافيا. اللي يقول ما فيش صلاه في الاسلام هذا مكذب بالاسلام. فهمتوا يا شباب؟ عشان كده هم طبعا ايه بياخدوا الحكم دوت. نسال الله العفو والعافيه. فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاه. اقعد بقى صلوا جماعه بقى واذن وقيم وجمع الناس ويبقى في امام واهدى وصلي واذكر ربنا. قال تعالى فاقيموا الصلاه. ليه يا رب؟ قال ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا، يعني فرضا. كلمه كتابا يعني ايه؟ يعني فرضا. الناس اللي هي عايزه المينيمم من الدرس مفيش كلمه تعديها وانت مش فاهم معناها خلاص. كتابا يعني ايه؟ مكتوبا. فاهم انت؟ كتب عليكم يعني فرض عليكم. ماشي. كتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم الصيام. ان الصلاة كانت عليكم كتابا يعني مكتوبا. ماشي كده. موقوتا يعني مؤقتا لها مواعيد مش بمزاجك. تقولش انا هصلي الصبح مع الظهر مع العصر احطهم في بعض كده واضربهم في خلاط وبتاع واقوم ايه اشربهم على طول وخلاص. لا يا حبيبي، في حاجه اسمها وقت ظهر ووقت عصر ووقت مغرب ووقت عشاء. في حاجه اسمها جمع وفي حاجه اسمها قصر في حاجه اسمها وضوء هي كده. زي ما في تخفيف زي ما في برضو ايه، زي ما في شيء من الحزم والحسم خاصة في موضوع الصلاة. خاصة في موضوع مين؟ الصلاة. أي إنسان بيقول لي ما يعني عايز يبتدي طريق حياته، عايز مش محجب عايز يتحجب، صايع وبيلف ورا البنات وعايز يهدى، بيتفرج على أفلام إباحية وعايز يبطل أي حاجة، بسم الله الرحمن الرحيم لازم تصلي. قول لي أنا طب أنا مش قادر أبطل المعاصي. هتبطلها بإذن الله رب العالمين وبإذن الله تبطلها بس أنت ابدأ بإيه؟ انا مش بقول لك اعمل المعصيه وصلي، لا انا بقول لك صلي يعني ابتدي. ما ينفعش ما تصليش يا ابني. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر دي من معانيها انها بتساعدك اصلا. يعني هي اصلا بتساعدك، هي بتنهاك بتساعدك، بتحط لك شويه عراقيل انك ما تروحش للمعصيه وتحط لك شويه حبال وتسهيلات ان انت تروح للطاعه خلاص. ولذلك الصلاه دي الف به. الف به يا شباب، ما حدش يفرط بيها. بعيدا عن فكره ان تارك الصلاه تكاسلا كافر او مش كافر، وذكرنا الخلاف فيها قبل كده. وانا مع الراي اللي بيقول انها مش ان هو مش كافر كفرا اكبر، اللي هو مؤمن بالصلاه ولكنه يتركها احيانا تكاسلا. ولكن اتق الله، اول ما يسال عنه العبد يوم القيامه فين؟ الصلاه. اول حاجه لو انت عايز تستقيم حياتك الصلاه، عايز تتجوز كويس الصلاه، عايز بيتك يستقر الصلاه، عايز الفهم الصلاه. وطبعا مش دروشه ولا هبل، وتأخذ بالأسباب زي ما الآية علمتنا كده. خذوا حذركم وليأخذوا أسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم. طب احنا هي الأسلحة بس؟ مفيش الدعم اللوجستي؟ مفيش اللوجيستكس؟ مفيش طائرات التزود بالوقود والصهاريج وينابيع المياه في وهذه وأمتعاتكم. الآيات مش هتديك خطة عسكرية. الآيات بتديك إيه؟ تديك عارف أنت وقدر في السرد. وانت بتشتغل حداد خليك متقن، اعمل كذا كذا كذا. تفهم انت كل حاجة بقى في الحدادة وفي الهندسة وفي البناء، اعمل بقى الباقي. الآية بتقول لك خليك دقيق، خد بالك، تبقاش أحمق. حط بقى كل الخطط انت وكل اللي انت عايزه، عشان ده مش موضوع القرآن بس بيقول لك خد بالك. ماشي يا شباب؟ كده احنا خلصنا اليوم ان شاء الله لحد الآية 103. اتمنى ان شاء الله نكون استفدنا، والمينيمم ان انت تكون فاهم الآيات بتقول ايه. ماشي. والاكتر من كده بقى ان اللي ما بيصليش يصلي، واللي بيصلي يزود في الصلاة، واللي سرحان يزود. ومفيش عبادة تقريبا يا شباب بيحصل فيها اللي احنا بنقوله ده. مفيش عبادة. قلنا الصوم ممكن تبطل صوم، الزكاة ما تدفع لو انت ضعيف او فقير او
مفيش زكاة تسقط من عليك، الصيام تأجله، الحج تأجله، كل حاجة في حياتك ممكن تأجلها. الحاجة الوحيدة اللي مفيش فيها كلام هي الصلاة. فإن خفتم فرجالا، يعني على رجليك، أو ركبان. وذلك في بقى بعض الآراء في الفقهاء نفسهم يا شباب في صلاة الخوف. اللي أنا ذكرته لكم ده رأي جمهور الفقهاء، لكن في أقوال تانية ومدعومة والله بأحاديث وبعض الآثار عن الصحابة، إن أنت بتصلي إيماءً. ده يعني تحرك راسك كده، يعني أنت وأنت ماسك النشان والقناصة كده وبتقنص على الراجل وهتصلي، ممكن تصلي بالإيماء بس تحرك راسك كده وتذكر الله تبارك وتعالى، تصلي بعينك. تخيل. في بعض الآراء، وده قول ابن عباس، إن صلاة الخوف بتنزل عدد الركعات إلى ركعة واحدة، وده صحيح عن ابن عباس، وإن كان مش هو المأخوذ به عند أهل العلم. لكن تخيل أنت، شوف مدى التخفيف، هنجمع ونقصر لو أنت خدت بالرأي ده يعني، لكن لازم تصلي. والآية تقول لك إيه بعد ما تخلص صلاة؟ فإذا قضيتم الصلاة. وفي قول في التفسير هنا معناه وإذا أردتم قضاء الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني فصلوا قياما أو قعودا أو على جنوبكم، ده معنى. وفي معنى تاني فإذا قضيتم الصلاة، يعني خلصتم الصلاة، أنت في الحرب مع الأخذ بالأسباب والاستعداد فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا اطمأننتم الحمد لله فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن شاء الله تكونوا إن شاء الله استفدتوا بإذن الله.